في هذا الفيديو غادي نشوفوا جزائريه كتهضر على مالي وهذا الشيء اللي واقع بين الجزائر ومالي في هذه الاونه الاخيره. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احبائي المتابعين، غادي نتطرق الموضوع نتاع المالي نزولا عند طلبتكم. يعني بالرغم انه كاين بزاف من زملائي الصحفيين واللي عندهم محتوى في التحاليل السياسيه تكلموا على هذا الموضوع، وانا ما طرقتش ليه لانه فريمون عطيناه اكثر من قيمته. شوفوا يقول لك غير اللي تكبر غير الزوبيه، حاشاكم، تعرفوني نموت على الامثله الشعبيه. ولكن في بعض الأحيان لازم نترفع على بعض البلدان لأنهم ما عندهم لا مصداقية لا هوية لا قيمة، ويستنبطون القيمة نتاعهم ويبحثون على موقع في هذا العالم اللي راه فيه فوضى كبيرة من خلال دول بدأت ترفع راسها. ودليل على ذلك المالي اللي بدا الهوس نتاعها مع الجزائر منذ العمليه اللي دارتها بعد ما طبعا سحبت الاتفاقيات نتاع اتفاقيه الجزائر اللي عاودها ونزيد عاشت المالي بفضلها 10 سنوات تاع هدوء وناس بدات حياه مستقره. جاء الانقلابي واول حاجه دارها قال في الجزائر لا، هذا الاتفاقيه ما تساعدناش، وبدا الهجوم على الازواج. يعني ودار حاله في بلاده، عايشهم كما احنا نقولوا في دوامه كما احنا عشنا واحد الوقت كنا كي نوضوا حيين نقولوا الحمد لله لطفك يا ربي. هذا العيشه راهم يعيشوا فيها سكان مالي، يعني مجاعه، فقر، عزله، كل حاجه تتصورها في مخك راهي في المالي. ونعطيكم مثل، الثمن تاع البنزين يعني قال لك ولا كيما الحسن الحر، قطره البنزين ولات كيما الحسن الحر في عهد هذا الانقلابي. هذا الانقلابي مر هذيك العفسه تاع الازواد اللي كبدت الجيش نتاعو ضحايا وفاغنر ضحايا، وطلب من فاغنر انهم يقوموا بعمليه انتقاميه في الحدود الجزائريه باش يقضيوا على الازواد، يعني تصفيه قلب عرقيه للازواد. واش دارت الجزائر؟ اتصلت بالروس قالت لهم ردوا بالكم، هذه العمليه فوالا تبغى يكون فيها، وإلا حبيتوا العلاقات يعني تتوتر فريمون بيننا وبينكم روحوا ديروا هذه العفسه. تراجعت روسيا وسحبت القوات نتاعها تاع فاغنر وخلت واحد الفرقه باش الفرنك اللي باقي في مالي في الخزينه تاع مالي يعروهم فيه، يعني على اساس انهم يكونون جيشا ماليا، وهي يعني قناع وراهي تعصر فيهم. خلي شوفوا كما قال لك اللي ما بغاش الرحمه الله لا رحمه ليه. المهم قلت لكم في هذيك الفتره الماليين صاي وصلت كما قال لك الخدمين للرقبه. داروا زوج عمليات انقلابيه، وين من المحيطين بالانقلاب الكبير اللي طلب الرئاسه الابديه. يدير يقول لك بلي انا باش نحكم الشعب تاعي ندير له هوس الجزائر. دار جاب لنا داك الدرون على 3 مرات الجزائر تحذر فيه، وهذا تقرير مفصل الوزاره تاعنا اللي عطاتو مجلس الامن، قالت له فوالا تالور تال جور بالتدقيق، يعني بالثانيه وقتاش دخل هذا الدرون تاع الكريدي من تركيا للمجال الجوي تاعنا، يعني عطاتو لاكبر سلطه قانونيه في العالم. سيدي هذه الشكوى الاولى. من بعد كي احنا نعرفوا مالي شكون اللي راه موراها، وراهم عارفين يعني الجزائر بدات شوفوا تخرج راسها من الماء وبدات تسحب معها دول اوروبيه، وشفنا الاتفاقيات الكبيره اللي دارتها مع الصين، تركيا، امريكا، واسبانيا، ايطاليا، والقائمه طويله. ونعاود لكم شوفوا عمري ما نكرهها. المحلل الكبير قال لهم لفرنسا هذه البارح قالها لهم، قال لهم واش راكم تستنوا؟ لا سال داتونت تاع الجزائر راهي معمره، بلاصتكم طارت. يعني كما شافوا القفزه اللي راهي تقوم بها الجزائر، وهذه المكانه تهدد دول اللي راهي تسير اللي ماريونات الدوما تاع الخيط تسير في المالي بسبب يعني بالمقابل تاع يعمروا الكونت نتاع هذا الانقلابي. هذا هو يعني ما غاديش يديروا له البنيه التحتيه تاع بلاده، ما كاينش منها، يعمروا له الكونت نتاعو هو. المهم كي ناضت القمه هذيك التجاره البينيه
46 مليار دولار اتفاقيات بين الجزائر ودول افريقيا. وهذا القمه التجاريه جاوها دول عظمى، من بينها الصين، روسيا، امريكا، اسبانيا، ايطاليا، كندا، استراليا، يعني دول كبيره داروا اتفاقيات مع الدول الافريقيه. قالك دروك حنا هذه البلاد اللي راهي جابت حلفاء من الخارج، حلفاء من افريقيا، راهي عضو في مجلس الامن الافريقي، رئيسه مجلس الامن الافريقي، راهي تضرب على زوج كراسي في مجلس الامن الدولي. بون ماشي مالي راهي تحكي، ديروها في راسكم. مالي قلت لكم هذيك الدول اللي راهم شتو هذيك، ديما نجبد لكم هذا المثال، شتي دوك الدبانه اللي حاشاكم، الدبانه اللي تروح فوق المزبله ومن بعد تجي تدور بالطبسي نتاعك، نتايا تعيفها داك الطبسي تقيسه. هذاك الشيء اللي راهم باغيين يديروه، راهم باغيين يعيفونا في حاجه سموها استثمار وانفتاح، باش بهذه المؤامرات في يعني مجلس الامن الدولي. بون هي قالت لك خرجت بعد الانقلاب الاخير والقمه البينيه تاع التجاره البينيه في الجزائر، واللي شهد لها العالم بنجاحها بدليل الاتفاقيات الكبرى اللي دارتها الجزائر من خلال، يعني دارتها افريقيا من خلال الجزائر، والجزائر مع دول عديده افريقيه. ومؤخرا احنا متابعين حضور زوج زعماء، يعني تاع الصين معذره، تاع الروس وامريكا في نفس الوقت، يعني زوج كي نقول زعماء امنيين، راح احكي الكلمه سمحوا لي، في نفس اليوم ونفس التوقيت جاوا في الجزائر. علاش جايين احب المتابعين؟ المهم باش يعرفوا انه الجزائر عندها مكانه في الساحل، واللعب بدونها ما كانش، سواء الروس او امريكا، ولازم اتفاقيه باش كل وحده تدي بلاصتها في الموقع. شكون النقطه لو بوين درولي، لو بوين كومان اللي يجمعهم هي الجزائر، لانه الجزائر البلد الوحيد الامن في المنطقه، وهي اللي وحدها تؤمن حدود العديد من الدول. تخيلوا الحدود نتاعنا مع الدول، شكون اللي اخرها مالي، مجموعه ارهابيه الجزائر هي اللي قطعت عليهم، كانوا داخلين لمالي. المهم قلت لكم كي صارت هذيك القمه البينيه، التجاره البينيه، خرجوا كذبه اخرى، قال لك باللي رفعنا قضيه امام محكمه العدل الدوليه. الجزائر اتصلت بالمحكمه العدل الدوليه، قالت لهم واش حكايتها؟ قالوا لا ما كان والو. كي الجزائر خرجت الخبر قالت لهم فوالا المالي عاودت غير الكذوب، عايشه في الكذوب. المالي قالت يا فضيحتي يا فضيحتي يا فضيحتي، كي ندير؟ من بعد ما كذبت قلت لكم محكمه العدل الدوليه والجزائر امام العالم الاكذوبه الماليه، وبينت من خلال هذه الاكذوبه ان الجزائر، ان المالي تبحث على حاشاكم على الزبل، سمحوا لي، باش يعني باش تخسر نية الدول الأخرى، باش تخلي هذيك يعني الشبهة تقول لك الجزائر راهي شوية المجال الأمني نتاعها المالي، يعني غادي تكون بؤرة تاع توترات، وغادي تحل من هذيك البؤرة غادي يدخلوا مجموعة إرهابية ومجموعة تاع المخدرات يعني كل حاشاكم الزبل يدخل من ديك البلاصة، لأنها غادي تحل ديك المنطقة وتخلي كما قال لك الغولة تدخل. الجزائر قالت هذيك مالي، قالت بلي بما انه الجزائر فضحتني امام العالم وبانت حقيقتي، رفعت قضيه، يعني صححت الموقف، يعني صححت الغلط بغلط اخر، يعني الكذبه نتاعها زادت اكدتها. هي في 4 سبتمبر قالت رفعت قضيه، خرج الوزير الخارجيه نتاعنا بالادله قالك ما كانش منها. هي في 16 سبتمبر رفعت قضيه امام محكمه العدل الدوليه. شاد تقول محكمه العدل الدوليه؟ قلت لهم انا ما نحلش القضيه الا بقبول الجزائر، اذا كانت قبلت الجزائر صحه. الجزائر قالت لهم واش هذا اللعب تاع الدري، راني عطيتكم الادله وكيفاش يعني واحد دار انقلاب على بلاده، ما عندوش شرعيه في بلاده، يحب شرعيه دوليه في قضيه الدرون تاع الطلبه. هذا الرد تاع الجزائر. وقالت لهم يعني شوفوا قروا البيان تاع الخارجيه والله روعه اللي كتبها، تحيه. علاش نقول لكم الدبلوماسيه الجزائريه يعني لا يعلى عليها. وهذا كامل أحب المتابعين باش يهزوا مكانة الجزائر في هذه الفترة بالذات. يا ورانا يعني واش معناته كي الجزائر ترفض باش القضية تحل يعني أمام محكمة العدل الدولية؟ معناته القضية لازم، هذه الرد نتاع محكمة العدل الدولية، لازم القضية تحل إفريقيا أو دبلوماسيا أو مع الدول اللي عندها ثقة مع الدولتين، يعني بمعزل عن محكمة العدل الدولية. وإحنا رانا في الاتحاد الإفريقي
مجلس الامن ومجلس الامن الدولي. يا مالي حشمي راكي كطرتي على ما وصلوك. مع السلامه. المهم حتى لهنا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. الا عجبك الفيديو خلي لايك وقولنا الاراء ديالك في لي كومونتير. تهلاو.